المصري مما مر به من سنة كبيسة سيئة سودة عدت علينا ونحن حزانة. كلنا كنا نبكي على مصر التي ضاعت وتخيلنا انها ضاعت، ولكن اليوم في هذه الرحاب الطيبة ندعو له ان يغفر لهم المولى ونأتي انهم من الصالحين. اكيد هم من الصالحين. النصر الذي حققناه اليوم بوجودنا هنا في الرحاب الشبراوية، انا بقول اننا موجودين في الرحاب الصالحين. اللهم ارحمهم، اللهم تقبل منهم، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم اكفيهم عنا كل خير، اللهم انصرنا بدعواتهم، اللهم انصرنا بكل عمل صالح تقدموا به لك يا رب العالمين. وشكرا وتحيه للشعب المصري، تحيه لكل شعب مصر. رئيس أكاديمية كامبريدج، وهو يشرفه الآن وتشرفنا قبل ذلك، ونحن نحتفي به معنا الآن، فلنستمع إلى كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. كيف لنا لا ننتصر ونحن في رحاب أحد بيوت الله؟ نحن في رحاب مسجد يعلو فيه كلمة الحق وأذان يعلو الله أكبر. واليوم ومنذ دقائق على كلمة الشعب المصري وعلى صوت الحق على كل طوائف من يعارض إرادة هذا الشعب. وهذا في رحاب وجودنا اليوم في مسجد الشبراوية واحتفاله اليوم السنوي بميلاد الجد الكبير الشبراوي. الله أكبر على شعب مصر. شعب مصر فعلا مهما بيعاني ومهما يحصل ليه بيقف على رجلين من الأول وبيقف أقوى من الأول، لأنه عنده رجالة خير أبناء الأرض وهم رجالة القوات المسلحة. النهارده بيان القوات المسلحة وعزلهم لرئيس معتوه زي محمد مرسي دوت
في ذكرى بداية ثورة 52. النهارده احنا يوم 3 يوليو، فاضل 20 يوم على ذكرى الضباط الأحرار. النهارده ميلاد الضباط الأحرار في ذكرى. أنا عايز أقول لكم كلمة بسيطة. أنا اللواء عصام كلمني، أنا ما أعرفش أنا جاي ليه غير إن أنا قابل شيخنا ومولانا السيد عبد الخالق الشبراوي، لكن النهارده أنا خدت حاجة بسيطة من كرامات العائلة المباركة الشبراوية، إن إحنا سمعنا عزل واحد معدود مسك مصر لمدة سنة. أنا بقول معدود وأقول لكم إن هو مش مصري وهو ما كان مصري، لأن جماعة الإخوان دايما دولتها دولة الإخوان وليس مصرية ولا